मुनावर! हमने आपका इतना मजाक उड़ाया, आपको बुरा नहीं लगा? आजकल आपकी कोई बात हमें बुरी नहीं लगती। क्यों? आजकल ऐसा क्या हो गया है? فيديو اليوم وكما العادة مليون بالمفاجآت والأخبار الحصرية لعالم بوليوود. فضلا وليس أمرا، إن كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة فلا تنسوا الاشتراك فيها لدعمنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا كذلك مشاركتنا آراءكم واقتراحاتكم من خلال التعليقات. لقد أصبحت النجمة الهندية عليا بهات غنية عن التعريف، حيث أنها تسيطر حاليا على صناعة بوليوود من خلال أعمالها المتنوعة. فبعد حصولها على العديد من الجوائز في وقت وجيز، وعلى رأسها الجائزة الوطنية عن فيلمها غانغوباي كاتشوادي، حصلت مؤخرا على جائزة مرموقة أخرى كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم روكي أوراني كبرم كهاني في حفل توزيع الجوائز فيلم فير الذي أقيم مؤخرا بجوجرات. هذا وقد تلقت عالية الكثير من الانتقادات من قبل الجمهور بعد فوزها بالجائزة، وقد ادعى العديد من مستخدمي الانترنت أنها لا تستحقها وأنها قد دفعت ثمن الجائزة، حيث أنه على الرغم من أن عالية قد حافظت على صمتها ولم ترد على هذه الاتهامات الموجهة إليها، إلا أنه البارح يوم الأربعاء والموافق ل31 من شهر يناير انتقلت عالية إلى حسابها على الانستغرام من خلال خاصية ستوري، وشاركت فكرة حكيمة والتي بدت فيها وكأنها ترد على منتقديها بطريقة غير مباشرة، والتي جاء فيها ما يلي: أعلى درجات التأمل هي عدم التفكير في أي شيء، وإذا تمكنت من البقاء لحظة واحدة دون تفكير فسوف تأتي قوة عظيمة. وتجدر الإشارة أنه بعد وقت قصير من مشاركة المنشور عبر منصة السوشيال ميديا، غمر مستخدمو الانترنت قسم التعليقات بآرائهم المتباينة، وبينما ادعى البعض أن منشور عالية كان بمثابة رد على المتصيد لها، ذكر آخرون أنها قد أثارت انتقادات مستمرة. وردا على ذلك علق أحد المستخدمين قائلا: إذا كان بإمكانك البقاء لمدة عام دون الحصول على جوائز مدفوعة الأجر فسوف يسود المنطق الأكبر. وكتب آخر: أو لقد تم تحفيزها بشكل واضح لم تتوقع أن يصفها الناس بتمثيلها المتوسط في فيلم روكي أوراني، حيث أنه عادة ما يكون الأمر مجرد تصيد، ولكن هذه المرة يصفها الجميع تقريبا بأنها غير جديرة بالجائزة. ومن جهة أخرى فقد انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار مفادها أن نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس يمران بأزمة مالية منذ فترة طويلة، وأنهما قد انتقلا للعيش من قصرهما الفخم إلى عقار آخر بلوس أنجلوس، وقد زعم كذلك أنهما قد لجأ إلى البنك من أجل سداد الرهن العقاري، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا عبر شبكة الويب. هذا وتزامنا مع هذه الضجة وانتشار العديد من الشائعات والقيل والقال، ظهر تقرير جديد والذي يكشف عن السبب الحقيقي وراء خروج بريانكا وزوجها نيك من قصرهما الفاخر، والذي تبلغ قيمته 20 مليون دولار أمريكي. وحسب تقرير صادر عن بيج 6 فإن الزوجين قد انتقلا من منزلهما بلوس أنجلوس لأنه أصبح غير صالح للعيش فعليا. وقد ذكر نفس المصدر أن حدوث تلف المياه في المنزل قد أدى إلى الإصابة بالعفن، مما جعل العيش من الناحية الصحية خطيرا، علما أن الزوجان يخوضان حاليا معركة قانونية مع بائع المنزل الذين باعوا العقار مقابل 20 مليون دولار أمريكي في عام 2019. وللإشارة في هذه الأثناء انتقل الزوجين نيك جوناس وبريانكا تشوبرا مع ابنتهما الصغيرة مالتي ميري البالغ من العمر عامين إلى عقار آخر، وسوف يعودون بعد انتهاء عملية إصلاح منزلهم الفاخر. وعلاوة على ذلك ذكر التقرير أيضا أن نيك وبريانكا قد طلب سداد جميع تكاليف الإصلاح إلى جانب التعويض عن فقدان الاستخدام والأضرار الأخرى. बताओ याद है तुमको वो जब दिल को
ومن جهة أخرى فقد تم فصل مؤخرا المغني الباكستاني الشهير راهد فتح علي خان من دوره كسفير لصندوق الملك تشارلز البريطاني الآسيوي، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعتدي على طالب، وقد أثار الحادث انتقادات واسعة النطاق ودفع الصندوق إلى اتخاذ إجراءات سريعة. هذا وقد أظهر مقطع الفيديو الذي ظهر على الإنترنت في وقت سابق من شهر يناير المغني راهد وهو يضرب رجلا بغضب عدة مرات بحذائه، وقد أثار المقطع موجة من الإدانات، حيث عبر مستخدمو الإنترنت عن استنكارهم لسلوك المغني، خاصة أنه يتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك فقد قال متحدث باسم المؤسسة لصحيفة جيو نيوز الباكستانية معلقا: نحن ندين بشدة أي شكل من أشكال العنف مهما كانت الظروف. وأكد المتحدث أيضا أنه نظرا لسياستهم الصارمة ضد السلوك المسيء فقد أوقفت المؤسسة أي ارتباط مع السيد خان. والجدير بالذكر أن المغني راهد قد تم تعيينه سفيرا للصندوق البريطاني الآسيوي عام 2017، ثم أعلنه الأمير تشارلز نفسه. ووسط رد الفعل العنيف توجه مؤخرا المغني إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مقطع فيديو توضيحي إلى جانب الرجل في المشاجرة الذي عرف عن نفسه بأنه تلميذ المطرب راهد. وللإشارة فقد زعم المغني راهد في مقطع الفيديو التوضيحي أن المشاجرة نابعة من مسألة شخصية، ونفى أن تكون الزجاجة المعنية تحتوي على الكحول، ووصفها بأنها ماء مقدس بارك أحد رجال الدين، وقال: هكذا هي العلاقة بين المعلم والطالب، مبررا تصرفاته بأنها إجراءات تأديبية بسبب سوء سلوك الطالب المزعوم. وعلاوة على ذلك فقد أكد الطالب نفسه تفسير المغني، ووصف تسريب الفيديو بأنه محاولة لتشويه سمعة معلمه، كما قد شارك والده أيضا في الدفاع عن الديناميكية التقليدية بين المعلم والطالب السائدة في مجال تعليم الغناء. ومن جهة أخرى فقد أقيمت مؤخرا الحلقة النهائية من برنامج الواقع المثير للجدل بيج بوس، الذي توج فيه منور فاروقي كفائز. ومع ذلك فقد كانت هناك لحظة سريعة الانتشار عبر الانترنت من العرض التي ظهر فيها النجمين سلمان خان ومظهر ديكشيت، التي حضرت الحلقة من أجل الترويج لبرنامجها للرقص دانس ديفاني، وهما يعيدان إنشاء المشهد الملحمي لبريمونيشا من فيلمهما الشهير هم أب كيهيكون الذي صدر عام 1994. هذا وقد كان النجمين سلمان ومظهري يحمران خجلا بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقد انتهى المقطع بهتاف الجمهور الذي لم يتمكن من إخفاء حماسه تقديرا لهذا المشهد التاريخي. हमने आपका इतना मजाक उड़ाया, आपको बुरा नहीं लगा? आजकल आपकी कोई बात हमें बुरी नहीं लगती। अगली बार किसी और लड़की को मारने से पहले 2 बार सोचिएगा। क्यों? हम आपके हैं कौन?